عايز اقول لحضراتكم اجمالي الانفاق في اخر 5 سنوات ما بين الزمالك والاهلي. الفرقتين فازوا ببطولات، ولحضراتكم ليكوا التقييم يعني مين اللي انجح. ولكن في اخر 5 سنين اقول لحضراتكم الزمالك صرف كام والاهلي صرف كام. الزمالك صرف 455 مليون جنيه على انتقالات اللاعبين في اخر 5 مواسم، والاهلي في اخر 5 مواسم صرف 905 مليون جنيه على انتقالات اللاعبين. الارقام اللي انا جايبها لحضراتكم دي محدش ينفع يقاوح فيها، لان انا جايبها من يعني المصادر الرئيسيه، وخدت مننا شغل كتير جدا وتعبنا فيها جدا عشان نطلع لحضراتكم الارقام دي، لان حقكم ان انتوا تعرفوا الارقام اللي بتتصرف وايه اللي بيتصرف. وهنا انا مش بلوم على حد ولا بقول اي حاجه، ولكن دوري كاعلامي ودورنا في البرنامج ان احنا نشتغل علشان نوضح لحضراتكم حقائق مفيش اي برنامج رياضي تاني هيقولها لكم. بالتأكيد واضح زي ما سمعنا كلنا ان ميدو ارتكب كل انواع الكذب في الفيديو ده، وارتكب مغالطات مرعبة وهنكشفها بالدليل في الفيديو ده. بيقول ميدو ان الزمالك صرف 455 مليون جنيه في اخر 5 مواسم على انتقالات اللاعبين، وحقق 8 بطولات، مقابل ان الاهلي صرف 905 مليون جنيه وحقق 11 بطولة بس. اولا في تدليس، لان الارقام اصلا غلط، والتدليس الاكبر انه اتكلم على قيمة وسعر الانتقالات فقط، وبعد تماما عن الرواتب اللي هي اصلا اكبر بكتير جدا في الزمالك، والعقود كلها اتسربت ومعروف مين بياخد كام في السنة. طبعا ميدو بيحاول يعيش الناس في وهم ان الاهلي بيصرف اكتر من الزمالك وبيحقق بطولات ما تفرقش كتير عن الزمالك، ده اللي هو عاوز يوصله للناس، وده طبعا غير صحيح على الاطلاق. لكن هو اصلا المعلومات دي صح؟ الاجابة بوضوح لا طبعا، والرد على ميدو هيكون من خلال كلام ميدو نفسه. ميدو استضاف في برنامجه عضو مجلس إدارة الزمالك السابق هاني شكري، والراجل اتكلم من خلال محاضر ميزانية نادي الزمالك، وقال إن الزمالك صرف على فريق الكورة 1,313 مليون جنيه في 6 سنين. وتعالوا نشوف الفيديو. خليني أقول لك على حاجة. أنا بكرة النهاردة ميدو لو جيت قلت لك أنت عندك 1.5 مليار اعمل بيهم فريق، ما أنت هتعمل فريق كويس. ما ده اللي حصل. ما هو صرف على الفريق ده 1,300 وكسر، 1,300 وكسر عشان نوصل تاني فريق الكوره بتاع نادي الزمالك يا فندم في اخر 3 سنين، مش اخر 3 اخر 6 سنين. ثانيه واحده يا فندم اقول لك الرقم بالظبط. طيب اخر 6 سنين اتصرف عليه 1,300 مليون جنيه ترانسفير فيز وويجز بتاعت لعيبه او مرتبات لعيبه، وطبعا عقود مدربين وشروط جزائيه. 1,313 605 اولموست 1.5 مليار يعني. 1,313 على فريق. انت شايف ان بالرقم ده طبيعي ان انت تعمل فريق عظيم؟ الفيديو اللي سمعناه ده كان في سنة 2020، يعني يفترض ان الرقم ده زاد من سنة 2020 لحد النهاردة كتير، لان في سنة 21 المبلغ ده زاد بس ب 600 مليون جنيه، يعني سنة واحدة زاد المبلغ فيها 600 مليون جنيه. وتعالوا نشوف الفيديو. تعالى اوريك بس ارقام نقعد كده نتخيلها مع بعض. انت حضرتك واخد الارقام دي من الميزانيه المعلنه بتاعت النادي؟ ايوه يا فندم اللي معموله. انا ما عملتش حاجه. عملوا عليها تسويات وكده وخدتها. دي الارقام دي كان المفروض يعني في اكتر من كده، بس ولكن ما جراش حاجه بالتسويات بتاعتها. يعني خلينا نقول من هم عاملينه اوريدي، من ورقهم مش من ورق انا ما عملتش حاجه فيها حاجه. تمام. ما تم صرفه على كره القدم، اسمع بقى دي، 1,913 مليون جنيه. 1,913 مليون صح، يعني حوالي 2 مليار مثلا. 2 مليار جنيه. هل ده معقوله؟ اخدنا بطوله واحده في 2014 وبطوله ثانيه اللجنه اللي واخداها في 2021 للدوري. هو يعني انت تعرف الفريق ماشي كونسيستنسي وماشي بمؤسسيه في من خلال الدوري، لانه الدوري ده مجهود سنه كامله. ايوه خدنا كاسات، خدنا 3 كاس ولا 4 كاس، وكونفدراليه والكلام ده كله. انما فين افريقيا؟ فين بطوله الدوري ال7 سنين اللي حضرتك كنت فيهم؟ اقول لحضرتك انا بس سؤال، 2 مليار ده في ال6 سنين؟ في ال7 سنين بتوعهم، يعني لغايه النهارده؟ لغايه 30/6/21. 30/6/21 مظبوط يا فندم.
يعني بعد مرور حوالي سنة هاني شكري رجع تاني في فيديو جديد وقال ان ميزانية السنة الاضافية دي رفعت اجمالي ميزانية فريق الكورة ووصلت بيها المبلغ 1,913 مليون جنيه، وده حتى يوم 30/6/2021. يعني فيه فرق الزمالك صرفه في السنة دي بس 600 مليون جنيه. يعني سنة واحدة صرف فيها الزمالك 600 مليون جنيه، وميدو بيقول ان الزمالك صرف 455 مليون في 5 سنين. معقول التدليس ده؟ طيب ايه هدف ميدو من الكذب ده؟ هو عاوز يوصل للزملكاوية اننا كده كويسين، وشوفوا الاهلي صرف كام واحنا صرفنا كام، وفي المقابل هو خد كام بطولة واحنا خدنا كام بطولة. يعني عاوز يقول للناس ان الدنيا مش فارقة قوي، والفرق بين الاهلي والزمالك مش كبير قوي. لكن للأسف هو نسي نفسه ونسي هو قال ايه قبل كده. تعالوا نشوفوا قال ايه قبل كده في الفيديو ده. انا شايف ان مسؤولين نادي الزمالك واللجنه اللي بتدير نادي الزمالك لازم يكونوا بقدر كبير جدا من الصراحه مع جمهور الزمالك. تمام. لان جمهور الزمالك هو الترمومتر اللي بينجح واللي بيفشل. مفهوم. وفرقه الكوره هي اللي بتنجح او اللي بتفشل. لازم يبقى في صراحه وصراحه تامه مع جمهور نادي الزمالك بالموقف الحقيقي للفريق. وانا اقول لك انا على درايه كامله بموقف عقود اللعيبه والبادجت لفريق كره القدم الفريق الاول. واقدر اقول لك بالارقام وانا معاك دلوقتي. تمام. لو حابب تقول اتفضل. اكيد هقول لك لان انا مش مسؤول في الزمالك. يعني هقول لك. طيب نادي الزمالك لازم جمهور الزمالك يعرف الكلام ده ويبعد عن العاطفه ويبعد عن الناس اللي ممكن تكون ان هي بتقول لهم اخبار مغلوطه وانا بقول لهم الحقيقه. تمام. بقول لهم الحقيقه. البادجت بتاع فريق الاول لنادي الزمالك لهذا الموسم 336 مليون جنيه. تمام. وده رقم كبير جدا. على سبيل المثال البادجت بتاعت الفريق الاول بتاعت النادي الاهلي ما بين 230 و 245 مليون جنيه. تمام. فانت بتتكلم في ان انت ثاني اكبر فريق في مصر بعد بيراميدز. سؤال مهم جدا لازم جمهور نادي الزمالك يساله لنفسه قبل ما يساله لاي حد تاني. ليه نادي الزمالك عنده عجز في ان هو يوفي بوعوده وعهوده تجاه لاعبيه وتجاه مدربيه؟ الإجابة لأنه بيقدم عقود هو نفسه ما يتحملهاش؟ الإجابة إن البادجت بتاعت الفريق الأول بتاع فريق الكرة الفريق الأول بتاع نادي الزمالك أكبر كبير بكتير جدا من العوائد اللي بتخش لنادي الزمالك خاصة فيما يخص كرة القدم. تمام. وده معناه إن فريق كرة القدم داخل نادي الزمالك هو بيزنس موديل فاشل. بيزنس موديل فاشل. يعني ايه؟ يعني النهارده لو جه انفستر او جه مستثمر يستثمر في نادي الزمالك واتعرض عليه البيزنس كيس او الحاله بتاعت بتاعت الفريق الاول بتاعت نادي الزمالك، مفيش مستثمر هيخش يستثمر معاك. زي ما شفتوا كده هو اللي بيقول لمسؤول الزمالك قولوا لنا الارقام الحقيقيه وما تخدعوش الناس. الحقيقة بتقول ان اي مستثمر هيرفض التعامل مع نادي هيخسر من وراه. ده كلام ميدو مش كلامي انا. طبعا كل الكلام ده قبل ما يدخل ويبقى مسؤول دلوقتي في الزمالك. ميدو قال ان اجمالي الرواتب في الزمالك 336 مليون جنيه وفي الاهلي من 230 ل 245 مليون جنيه، وان الاهلي تالت اكبر رواتب بعد بيراميدز وبعد الزمالك. هو بنفسه بيقول ان رواتب الزمالك في سنة واحدة بلغت 336 مليون جنيه. ما يعني ان ميدو نفسه بيكذب نفسه، وطبعا كلام هاني شكري بيوضح الحقائق من محاضر مجلس الإدارة اللي هو كان عضو فيه. طيب خلصنا بقى قصة الأرقام والمبالغ، نروح لفيديو تاني ميدو بيقول فيه ان الأهلي حقق 11 بطولة والزمالك حقق 8 بطولات، على أساس ان كله بطولات عادي كده، كل البطولات زي بعضها. السوبر المصري السعودي بطولة زيها زي دوري أبطال إفريقيا وزي الدوري، كله بطولة، متساويين في القيمة وفي المكانة. وتعالوا نشوف الفيديو ده. الزمالك في موسم 2018 و2019 كسب كاس مصر، بطل كاس مصر، بطل الكونفدرالية،
وكاس السوبر المصري السعودي. الاهلي كسب ايه في موسم 2018 2019؟ كسب الدوري المصري. الزمالك كسب السوبر المصري وكاس السوبر الافريقي في 2019 2020. الاهلي في نفس الموسم كسب الدوري المصري وكسب السوبر المصري. لو تفتكروا كان في نفس السنه دي، بس كانت النسخه بتاعت 2018 2019 اتلعبت باللعيبه الجداد. وكسب دوري ابطال افريقيا، فيعتبر موسم ناجح جدا. الزمالك في الموسم ده بطل الدوري ب 20 مليون جنيه فقط، صرف 20 مليون جنيه وبطل الدوري. موسم يعتبر ناجح بالنسبه للزمالك. تعالوا نشوف الاهلي كسب ايه. الاهلي كسب كاس مصر ودوري ابطال افريقيا والسوبر الافريقي، فيعتبر موسم ناجح جدا بالنسبه للنادي الاهلي. انا بسرد لحضراتكم الارقام والحقائق، مش بحكم على حد، انا سايب لحضراتكم التقييم. الفريقين بيكسبوا بطولات، الفريقين بيكسبوا بطولات. الزمالك كسب الدوري، بطل الدوري وكاس مصر اللي هي النسخه بتاعت 20 بتاعت 2021 اللي هي السنه اللي قبليها. الاهلي كسب ايه؟ الاهلي كسب كاس السوبر الافريقي. الزمالك ما كسبش حاجه خالص، موسم سيء جدا بالنسبه لنادي الزمالك. والاهلي كسب كاس السوبر المصري اللي هي النسخه بقى اللي قبليها، وكاس مصر النسخه اللي قبليها، وحتى الان هو متصدر الدوري المصري. والاهلي هيكسب الدوري لو لينا كلنا عمر يعني ان شاء الله، وتاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله الاهلي يكسب بطوله افريقيا. طبعا اللي سمعناه ده تدليس، لما ميدو يتكلم عن 11 بطولة مقابل 8 ويتجاهل نوعية البطولات دي، وهو نفسه اللي قال قبل كده ان بطولة افريقيا لا تقارن مثلا بكاس مصر او بالسوبر المصري او طبعا بالماتش الودي اللي اسمه السوبر المصري السعودي. ولما تتجاهل برونزيتين كاس عالم للأندية وبطولات أفريقيا، وطبعا دي كلها بطولات قيمتها التسويقية والفنية أكبر بكتير من أي بطولة محلية أو قارية، يبقى ميدو بيضحك على الناس، ميدو بيضحك على جمهور الزمالك بالفقرة دي. كل اللي عاوز يعمله إنه بيحاول يعمل نمرة يحسن بها صورة مجلس إدارة الزمالك بعد ما أصبح فرد عامل في نادي الزمالك، لكن طبعا محدش هيسمح له بده. وزي ما قلنا ان ميدو هدفه من الكذب ده انه عاوز يوصل للزملكاويه اننا كده كويسين، وشوفوا الاهلي بيصرف كام واحنا صرفنا كام، وفي المقابل هو خد كام بطوله واحنا خدنا كام بطوله، مع ان البطولات اللي هنا ما تتقارنش اصلا بالماتشات الوديه اللي زي السوبر المصري السعودي. وتعالوا مثلا نقارن بالارقام عدد بطولات الاهلي وايه هي وبطولات الزمالك وايه هي. الاهلي حقق في الفترة الاخيرة 2 بطولة دوري و2 بطولة كاس مصر و3 سوبر مصري، وعلى المستوى الدولي حقق بطولة دوري ابطال افريقيا مرتين والمرة الثالثة ان شاء الله في الطريق، بالاضافة الى بطولتين سوبر افريقي، ويضاف لده 3 مشاركات في كاس العالم للاندية وحقق خلالهم ميداليتين برونزيتين، اي ان الاجمالي 11 بطولة مقابل 8 بطولات للزمالك. لكن هم ايه البطولات اللي حققها الزمالك؟ بطولتين دوري وبطولتين كاس وسوبر مصري وسوبر افريقي وبطولة اسمها السوبر المصري السعودي، عبارة عن ماتش ودي لا اكتر ولا اقل، بالاضافة لبطولة الكونفدرالية الافريقية. هل بقى ينفع نقارن البطولات دي بدي؟ طيب تعالوا نسمع رد ميدو وهو بيجاوب على السؤال ده وبيقارن بين البطولات دي وبيرد بنفسه على نفسه، ونشوف الفيديو ده. داخل النهارده على مرحلة حياة او موت، يكسب بطوله افريقيا ابطال الدوري، يا اما كل اللي انا بعمله ده يعتبر فشل بالنسبه للناس، خاصه ان انا ما كسبتش الدوري. انا ما كسبتش الدوري زي الاهلي عنده شويه كريدت كسب الدوري، انما النهارده الزمالك داخل عريان النهارده. بس الزمالك معاه بطولتين ولا هم البطولتين السوبر حاجه، البطولتين الكبار الدوري وبطوله افريقيا ابطال الدوري. الكاس والسوبر دول حاجه ثانيه، دول ايه؟ عارف لما بتعمل اكله حلوه كده في الاخر وبتحط لها شويه حاجات حلوه فوقيها، دول السوبر والكاس. معلش مع احترامي، البطولتين اللي بيعيشوا انديه كبيره الدوري وبطوله افريقيا ابطال الدوري، هو ده اللي الجمهور بيجي لك في الاخر يقول لك يا عم يعني مثلا ايه، ما تخشش في 5 بطولات تقول لي انا كسبت الكاس و2 سوبر، ماشي حلو قوي، عملتوا البطولتين دلوقتي كده. ميدو بيقول ان البطولتين الكبار هما الدوري ودوري الابطال، اما الكاس والسوبر دول لما تعمل بقى اكله حلوه وتجيب شويه حاجات على الوش كده هما دول الكاس والسوبر. لكن البطولتين اللي بيعيشوا الفرق الكبيره هما الدوري ودوري الابطال. ما اظنش بقى ان ميدو المفروض يوقع نفسه تاني في الاحراج ده، علشان التناقض ده بيتكشف ببساطه وبسهوله في زمن اليوتيوب والفيسبوك.
وللتوضيح اكتر في كام نقطة او معلومة تعالوا نتكلم فيهم. رقم واحد، الحقيقة ان الاهلي في اخر 4 سنين حقق اكتر من نصف مليار جنيه من البطولات اللي شارك فيها، او بالتحديد اكتر من 16 مليون دولار، لانه سعر الدولار بيتغير من فترة لفترة، والرقم ده قابل للزيادة ان شاء الله في حالة تحقيق الاهلي للقب الافريقي العام ده، لان الرقم ده هيزيد 2 مليون دولار في حال الاهلي انه يفوز بالبطولة، لانه هو اصلا ضمن 2 مليون دولار، وفي حال حصوله على اللقب سيزيد المبلغ ويصل الى 4 مليون دولار. رقم 2، ميدو ما شافش في حساباته خالص ان الوصول لنهائي دوري ابطال افريقيا 4 سنين ورا بعض، والوصول لكاس العالم 3 سنين ورا بعض، واحتمال يكون فيه رابعة وفيه 5، ده كله بملايين الدولارات، لانه معذور، ما هو فريقه ما حققش لقب دوري ابطال افريقيا من 22 سنة، فلازم يعرف انه لما يحسب مصاريف النادي المادية لازم يشوف الايرادات المالية اللي اتحققت من ورا المصاريف دي. رقم 3، طبعا لازم برضو يعرف ان عقد رعاية الاهلي الجديد بالبث التلفزيوني هيقترب من 1.7 مليار جنيه. رقم 4، في معلومة هو محبش يقولها وما تكلمش فيها نهائيا، وهي ان الزمالك اشترى السنة دي 12 صفقة في الصيف والشتاء تجاوز سعرهم 160 مليون جنيه بخلاف الرواتب اللي تجاوزت نصف مليار جنيه. وفي النهاية خرج الزمالك من الموسم ب0 من البطولات، وما حققش اي بطولة ولا حتى تأهل لدوري ابطال افريقيا، واقصى امانيه انه هيلعب في الكونفدرالية الافريقية اللي هي البطولة الاضعف في القارة. الموضوع التاني اللي حابين نتكلم فيه، في الايام اللي فاتت انتشر فيديو برضو لاحمد عفيفي بيقول فيه ان الفرق بين الاهلي والزمالك سببه عدم العدالة في توزيع الاموال، وبيقول ما تكلمنيش عن المنافسة طالما لا يوجد توزيع عادل للأموال. ممكن نقول إدارة الأهلي أفضل، لكن ربما لو كان في توزيع عادل للأموال كان ممكن الزمالك يفوز ببطولات أكتر، ولولا الأموال دي ما كانش الأهلي جاب 3 أو 4 لعيبة كويسين في كل المراكز، والزمالك ما قدرش يعمل ده بسبب الأموال، وإن القصة مش قصة شطارة في الإدارة، ولكن الفلوس هي اللي عملت كده. عفيفي بيقول انه لو وزعت الفلوس دي واديت نادي ما 10 جنيه واديت نادي تاني جنيه واحد، اذا انت وزعت البطولات بنسبة 1:10. وبيقول كمان ان في حاجات تانية مؤثرة زي اتحاد الكورة والحكام والاعلام، لكن دي بتمثل من 10 ل 20%، لكن انا بتكلم عن 80% الباقية وهي الاموال، بتكلم على مدى السنين مش عن 2 3 سنين. الازمة في الاموال، ده كلام عفيفي. وكمان بيقول ان بيراميدز علم على الكل واثبت ان الاموال هي العامل المؤثر، وخلى اللاعب يروح للي بيدفع اكتر، وشوفوا كام لاعب من الاهلي راح بيراميدز. وكمان بيقول انت دلوقتي عايز تقول ان في قطبين للكرة المصرية وعايز تعمل منافسة، فهل انت بتقسم الموارد بالتساوي؟ طيب حتى بما يقترب من التساوي لا، يبقى مفيش منافسة، وانتهى الموضوع. وبعدين قعد يشرح ويقول انا حطيت في ايدك فلوس اكتر من كل الناس، وبعدين وسعت لك القايمة، وانت جبت احسن لاعب وتاني احسن لاعب وتالت احسن لاعب، في اشارة منه يعني الى ان الاهلي بيجيب كل اللاعبين السوبر وبيضمهم لصفوفه. طبعا ده كلام كله على بعضه مش منطقي بالمرة ومخالف تماما للواقع، كلام فيه استمرار لفكرة المظلومية، وكلام بيبعد دايما عن السبب الرئيسي لتفوق الاهلي، وبيوديك لفكرة الفلوس. اديني فلوس وهوريك هعمل ايه. هو عاوز يقول كده، وعايز يقول ان الفلوس دي هي سبب تفوق الاهلي، وبطبيعة الحال ده بيتكلم في نقط كتير، وكل نقطة محتاجة الفيديو لها لوحدها، لكن هنركز فقط على موضوع الفلوس ده. اما النقط الجدلية اللي زي عدد اللعيبة اللي جابهم الزمالك والاهلي بداية من سنة 2000 حتى اليوم، فمحتاج بقى اقولهم له بالاسماء، وفعلا يلزمهم فيديو لوحده مخصوص، لانه اصلا الزمالك تعاقد مع لعيبه اكتر من الاهلي واغلى من اللي جابهم الاهلي. وبقول من سنة 2000 لان من العام ده تقريبا بدأت الانتقالات تاخد منحنى مختلف تماما عن السنين اللي قبلها، لان السنين اللي قبلها كانت الانتقالات ما بتكونش بالاعداد الكبيرة اللي بتحصل دلوقتي، لكن المؤكد ان عدد اللي انتقل الى الزمالك اكتر بكتير جدا من اللي انتقلوا الى الاهلي، وبأموال اكتر من اللي دفعها الاهلي، سواء من ميزانية الزمالك او اللي دفعه المحبين، وعلى راسهم طبعا بالنسبة للزمالك كان تركي آل الشيخ. كمان هنحتاج فيديو للرد على اللي قاله عن بيراميدز، لان الحالة الوحيدة اللي نقدر نقول فيها ان في لاعب فضل بيراميدز على الاهلي كان هو رمضان صبحي، ودي حالة ما ينفعش تتعمم، ومش هنناقش الموضوع ده في الفيديو ده لانه محتاج فيديو لوحده. لكن للعلم يعني احمد عفيفي نفسه كان ماسك متحدث رسمي البيراميدز، وكان شاهد على التجربة دي في عز قوتها في اول سنة لما جابوا عبد الله السعيد من الاهلي،
يعني خطفت اهم لاعب في الاهلي في التوقيت ده، وكان معاهم فلوس قد الاهلي مليون مره، وفي الاخر ايه المحصله؟ ولا حاجه. الاهلي خد الدوري في نفس السنه، وبيراميدز محققش اي بطوله في نفس السنه ولا من بعدها لحد دلوقتي. يعني دي تجربه اصلا بترد على اي حد هيقول ان الاهلي بيكسب عشان موارده الماليه عاليه، لانه بوضوح تجربه بيراميدز بتقول ان هو اللي صرف اكتر بكتير جدا جدا، وفي النهايه لم يحقق اي بطوله حتى الان. انا هنا هناقش مساله ربط الفلوس بالمنافسه والبطولات، وده العامل اللي احمد عفيفي ركز عليه، وعشان كده هتكلم عن المنافسه والبطولات قبل سنه 2000 وبعد سنه 2000. في قبل سنة 2000 ما كانش في رعايات للأندية ولا انتقالات بالكوم زي ما بنشوف في الفترة دي. قبل سنة 2000 كانت الانتقالات نادرة جدا، يعني 2 أو 3 لاعيبة بالكتير لأي نادي، وبعد سنة 2000 الانتقالات بقت بالكيلو تقريبا، يعني ممكن فريق يجيب من 8 لاعبين إلى 17 لاعب عادي جدا، والزمالك نفسه عملها في كل المواسم اللي فاتت، وتقريبا انتقالات اللاعبين للزمالك في كل موسم لا تقل عن 10 وبتوصل ل 18 لاعب عادي جدا. قبل سنة 2000 ما كانش فيه رعاية للأندية، وكان المورد الوحيد هو تذاكر المباريات وعائد إذاعة المباريات اللي بيدفعه التلفزيون المصري، وده بدأ ب75,000 جنيه لكل من الأهلي والزمالك، بل إنه في بعض المواسم كان التلفزيون بيدفع أكتر للزمالك، وكان السبب ورا الموضوع ده محمد لطيف. بعد كده ال75,000 جنيه ارتفعت ل150,000 جنيه، وفي منتصف التسعينات حصلت أزمة والأهلي والزمالك اتفقوا ما يذيعوش الماتشات. وقتها كمال الجنزوري رئيس الوزراء الله يرحمه تدخل وارتفع المبلغ إلى 350,000 جنيه في المباراة الواحدة للأهلي وللزمالك، وبعد كده ارتفع المبلغ ده ل500,000 جنيه، ودي كانت كل الموارد اللي الأندية بتعتمد عليها قبل سنة 2000. ولكن الزمالك كانت موارده أكتر بسبب إضافة مهمة جدا بدأت في منتصف السبعينات، وهي البوتيكات. محافظة الجيزة سمحت للزمالك والترسانة ببناء بوتيكات على سور النادي وتأجيرها، وتميز الزمالك عن الترسانة بموقعه ومساحته، فكانت بوتيكاته أكتر بكتير وفي مواقع مهمة جدا، وكانت بتدير عليه مبالغ كبيرة جدا بسبب ان المكان نفسه كان اكثر تميزا من الترسانة، وفي المقابل ما كانش للأهلي اي بوتيكات، يعني الزمالك كان متفوق على الأهلي في الموارد. ومع ذلك كان ايه الوضع بين الناديين؟ الاهلي اللي ما كانش عنده ايرادات من اي بوتيكات زي الزمالك تمكن من بناء مقر تاني في مدينة نصر وافتتحه في اكتوبر سنة 93، والزمالك مفيش. ممكن حد يقول ان البوتيكات اتأجرت غلط وادارة الزمالك ما ادارتش الموضوع ده صح. والله بقى ده موضوع محدش له دخل فيه، ويدخل تحت بند حنكة الادارة زي ما احمد عفيفي بيقول، وده اللي بينكره اصلا. إدارة استطاعت بناء مقر جديد في مدينة نصر واستثمرت أموال الإعانة الإنشائية من الأعضاء الجدد صح، وفي المقابل إدارة تانية ما عملتش أي حاجة صح، بل جمعت الفلوس من الأعضاء تحت بند عضوية فرع جديد في أكتوبر وما اتعملش حاجة في الفرع ده. طيب على مستوى البطولات تعالوا نشوف قبل سنة 2000 والوقت ده اللي ما كانش فيه رعاية الوضع كان إيه، وبعد سنة 2000 الوضع بقى إيه. هل أقارن محليا ولا محليا وعربيا وإفريقيا مع بعض؟ ممكن تتفاجئوا ان النسبة واحدة وما بتتغيرش. لو جبنا اجمالي البطولات المحلية من سنة 1917 الى سنة 2023 هتلاقي الاهلي والزمالك فازوا ب 76% من اجمالي البطولات المحلية اللي عددها كان 236 بطولة. الاهلي فاز ب 118 من 236، بينما الزمالك فاز ب 62 من ال 236 بطولة، والباقي 56 بطولة بنسبة 24% للأندية التانية. يعني الأهلي والزمالك مع بعض فازوا ب 76% من البطولات المحلية، نسبة الأهلي منهم 66% والزمالك 34%. طيب تعالوا نتكلم بشكل عام كان إيه الوضع، أقصد بشكل عام محليا وعربيا وإفريقيا مع بعض. ففي نفس المدة من سنة 1917 إلى سنة 2023 إجمالي البطولات 282 بطولة، حقق الأهلي منهم 146 بطولة والزمالك حقق 78 بطولة، والباقي 60 بطولة بنسبة 21% للأندية التانية. الأهلي والزمالك مع بعض فازوا ب 236 بطولة، يعني فازوا ب 79% من إجمالي البطولات المحلية. الأهلي والزمالك مع بعض فازوا ب 236 بطولة، يعني فازوا ب 79% من البطولات المحلية. نسبة الأهلي من 79% تساوي 65%، والزمالك نسبته 35%. بالمناسبة مفروض لما نقول عربي وإفريقي نضيف البطولات العربية كلها والإفريقية كلها، لكنها مش هتفرق في نسبة البطولات بين الأهلي والزمالك. طيب لما نشوف البطولات قبل عام 2001، يعني من سنة 1917 إلى سنة 2000 بس،
اللي هو عهد ما قبل الرعاية وقبل الانتقالات الكتير اللي بنشوفها في السنين اللي فاتت، كان الوضع ايه؟ الاهلي والزمالك فازوا معا ب 148 بطولة، الاهلي فاز ب 96 بطولة منهم والزمالك ب 52 بطولة، يعني بنسبة 65% للأهلي و35% للزمالك. طيب من سنة 2001 إلى سنة 2023 هنجد إن الأهلي والزمالك فازوا معا ب 76 بطولة، للأهلي منهم 50 بطولة وللزمالك 26، يعني بنسبة 66% للأهلي و34% للزمالك. لو لاحظنا من واقع الأرقام والإحصائيات اللي اتقالت إن في مفاجأة مهمة جدا، وهي إن النسبة تقريبا واحدة، لا فرقت قبل الرعاية ولا فرقت بعدها، يعني لا فرقت قبل سنة 2000 ولا بعد سنة 2000، نفس المعدل، معدل واحد من لحظة ما بدأت البطولات في موسم 1916. لكن لسه في مفاجأة تانية، في بطولة الدوري الزمالك قبل سنة 2001 كل اللي فاز بيه 8 بطولات للدوري منذ نشأته في سنة 1948 وحتى سنة 2000، ومن سنة 2001 إلى سنة 2023 فاز ب6 بطولات للدوري، اتلعب من 1948 لسنة 2000 43 بطولة، فاز منها الزمالك بنسبة 18.5%، واتلعب من سنة 2001 إلى سنة 2023 20 بطولة دوري، فاز الزمالك ب6 بطولات يعني بمعدل 30%. الأهلي نسبة فوزه بالدوري قبل سنة 2000 كانت 67%، وبعد سنة 2000 أصبحت 65%. أما في بطولة كاس مصر فالزمالك قبل سنة 2001 فاز ب19 بطولة للكاس منذ نشأته سنة 1921 وحتى سنة 2000، ومن سنة 2001 فاز الزمالك ب9 بطولات حتى سنة 2023، يعني اتلعب من سنة 21 لسنة 2069 بطولة كاس، ومن سنة 2001 وإلى سنة 2023 فاز الزمالك ب9 بطولات للكاس، أي أنه اتلعب من سنة 1921 إلى سنة 2069 بطولة للكاس، فاز منها الزمالك ب19 بطولة يعني بنسبة 27.5%، واتلعب من سنة 2001 لسنة 2023 21 بطولة كاس، فاز الزمالك ب9 بطولات يعني بمعدل 42.8%. مش بس كده، ده الزمالك فاز من بعد سنة 2000 ب9 بطولات كاس والأهلي فاز ب7 بس، يعني محليا الزمالك في عهد الرعاية والفلوس نسبته أكتر في الدوري وفي الكاس، مع إن المنطقي إن النسبة تقل لأن الرعاية للأهلي أكتر بطريقة أحمد عفيفي. واحد ممكن يقولك ما احنا لو خدنا رعاية زي الأهلي أو أقل قليلا كنا خدنا بطولات قد الأهلي أو أكتر، وده افتراض مضحك جدا، لأن كانت فلوس الزمالك قبل الرعاية وقبل سنة 2000 أكتر بسبب البوتيكات اللي حكينا عليها، ورغم ذلك الأهلي أنشأ مقره في مدينة نصر، وفي المقابل لم ينشئ الزمالك أي شيء. وكمان بطولات الزمالك بنفس النسبة من 34 إلى 35، ده غير أنه أصلا عربيا وإفريقيا الزمالك فاز ب7 بطولات، وده مع احتساب بطولة كاس السوبر المصري السعودي اللي هي أصلا في الحقيقة مش بطولة ومجرد ماتش ودي. ولكن الأهلي في المقابل فاز ب17 بطولة وحصد 3 برونزيات في كاس العالم للأندية. دي لغة الأرقام اللي ما بتكدبش، وبتقول إن نسبة فوز الأهلي بالبطولات قبل الرعاية وبعد الرعاية متساوية تقريبا، يعني قبل الأموال وبعد الأموال هي نفس النسبة ما اتغيرتش. لكن المظلومية بتريح، فإنك تقول إن أنا مظلوم والدنيا كلها ضدي بتريحك نفسيا. والحقيقة إن الفلوس عمرها ما بتعمل بطولات، وعلى سبيل المثال الزمالك نفسه اشترى وباع في لعيبة بأموال رهيبة وتعاقداته اتسربت، واتضح منها إن قيمة اللي بياخده لعيبة الزمالك ضعف ما يتقاضاه لاعبي الأهلي. محدش عايز يعترف إن الفارق هو الإدارة الرشيدة والجمعية العمومية اللي بتختار الأفضل. نادي بيدار عن طريق مجلس إدارته على مدار تاريخه، وفي المقابل نادي تاني يدار بمفهوم صاحب العزبة. وآخر رد في الجزئية دي إن الأهلي خسر 4 بطولات دوري متتالية من سنة 2000 لسنة 2004، وكان الكابتن حسن حمدي هو رئيس وكالة الأهرام للإعلان، ومع ذلك كان في علاقات محترمة بين رئيسي الأهلي والزمالك، بدليل مثلا إعادة عقود شيكابالا وإلي الأباني لما وقعوا للأهلي. فسر عظمة الأهلي مش في إنه بياخد موارد مادية أعلى أو عقد رعاية أعلى، سر قوته في جمهوره الكبير اللي بيقف معاه في أي أزمة قبل الفرحة، وإنه بيعمل ضغط بيخرج من كل الناس اللي جوه النادي أحسن حاجة عندهم، وبيخلوا عندهم روح يلعبوا لآخر دقيقة في أي مباراة.
بعد كده ادارته الشاطرة اللي على مدار العصور بتعرف تدير صح ومش بتاعة شو اعلامي، وملتزمة تماما بنظام ومبادئ معينة على مدار السنين، ومهما اختلفت الاشخاص بتظل السياسة واحدة. وبعد كده الجهاز الفني واللاعبين اللي هي بتكون عارفة كل الاسس اللي بتمشي عليها صح. اذا انت امام منظومة كاملة ناجحة. وسر ضعف الزمالك هو انه على طول عايش في دور المظلومية، وبيصنع لنفسه مظلومية دايما بيجري وراها وبيعتبرها هي سبب لفشله، وبيسيب السبب الحقيقي والفشل اللي موجود عنده. بس احنا مش عايزين نتكلم ونقول عملنا ايه، في حاجات مش عايزين نعلن عنها، في كلام مش عايزين احنا نعلن عنه. اعلنوا يا فندم، اعلنوا يا فندم عشان الناس زي اللي ترتاح بعد اذنك. لا احنا في حاجات مش نافع نعلن. احنا في حاجات على فكره كتير جدا 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 بنعملها وحقوق بناخدها، والناس بتقعد تقول ان الزمالك ما خدش حق. احنا بنكون واخدين حقنا في حاجات واحنا مش عايزين نتكلم فيها. تمام. لا في حاجات احنا مش عايزين نتكلم فيها لان بتجيب لنا حقوق اكتر وبتجيب لنا حاجات اكتر، وبنعيش في دور ان احنا اتظلمنا فيها، لكن احنا بنكون مش مظلومين في حاجات كتير بس مش عايزين نعلن عنها. تمام تمام. لكن تاكد ان نادي الزمالك والله العظيم قوي وبياخد حقه. اتمنى تاكد ان نادي الزمالك والله احنا مش بنسيب حق الزمالك، واحنا في وجودنا والله العظيم عمرنا ما هنتهاون في حق الزمالك. وطول ما هم عايشين كده مش هيعرفوا ابدا يبقوا زي الاهلي. الحقيقه ان هو حاطط نفسه في دور المظلوم دايما، فلا يبحث اصلا عن اسباب فشله، وعايش كده وهيخليه كده. حاجه اخيره عايزين نقولها في موضوع عقد الرعايات. المؤكد ان الاهلي بيحصل على عقد الرعايه الاعلى عشان هو النادي الاكثر جماهيريه، وهو الاكثر بطولات، وهو صاحب التاريخ والشعبيه الاكبر، وهو النادي الاكثر استقرارا ولا يعاني من مشاكل تتعلق بالفشل الاداري زي الانديه الاخرى. على سبيل المثال حاليا في حرب شرسه ما بين عدد من الشركات تتفاوض وتتنافس فيما بينها للي يرعى ظهر تيشيرت النادي الاهلي، واللي هيرعى الكم الخاص بتيشيرت النادي، وكمان تيشيرت التمرين. وده طبعا كله لانهم متاكدين ان شعبيه الاهلي هتكسب الشركات دي اضعاف اللي هيدفعوه. ببساطه هم عارفين بيتعاملوا مع اي نادي، عارفين ان هو ده النادي اللي فيه 30 نادي في الوطن العربي اتسموا على اسمه، نادي هيفتتح فرعه الرابع كمان ايام، ونادي بيحتل المركز الخامس على العالم في عدد المتابعين في منصات السوشيال ميديا لحساباته الرسمية. نادي عنده حتى الآن في شهر 5 سنة 2023 146 بطولة، وده معناه ببساطة انه اكتر نادي حقق بطولات في العالم. فكان من المنطقي ان يتنافس على رعايته اكبر الشركات وتدفع فلوس وهي راغبة في ده، لانها عارفة انها هتكسب كتير من ورا ده. ونروح لموضوع تاني، وهو حجة كل موسم اللي بتتكرر مع كل اكتساح اهلاوي. عارفين موسم احنا نادي القرن الحقيقي اللي بيعيش فيه الزملكاوية الوهم كل كام شهر كده وبيعملوا منه مظلومية؟ اهو الايام اللي جاية دي بتكون دايما فيها الموسم بتاع جملة الدوري المصري وحش وضعيف وما فيهوش منافسة، ودي بدأها مهيب عبد الهادي وغيره جاي في الطريق. بس بإثارة حط ايدك على المركز الاول. طب والباقي؟ باقي ده مش جدول، ما ينفعش. 22 مباراة 56. مبروك الدوري للنادي الاهلي. فين المنافسة بقى؟ في منافسة على المركز الثاني والثالث والرابع، حاجة غريبة. نتمنى ان يكون في منافسة. انتوا يا جماعة طب هقول لكم حاجة، هاتوا لي جدول الدرجة الثانية اهي دي اللي يتقال عليها منافسة. طنطا بيبقى اول، تلاقي ابو قير الاسمدة بقى اول، زد اول، هوب تلاقي السكة اول، هناك تلاقي في الصعيد جمهورية شبين وكفر، لا في الصعيد الجونة والافيينا، ما تعرفش كراسي موسيقية على المركز الاول. لكن الدوري المصري البراند بتاعنا مفيش منافسة، لا يوجد منافسة. حتى لو النادي الاهلي يعني عايش انتعاش، الاهلاويه يزعلوا مني والله ما تزعلوا مني، انتوا نفسكم هتفرحوا بالدوري اما الاهلي ياخده وفي منافسه، هتبقى الفرحه اكتر واكبر. لكن انت الاهلي خد الدوري، ايه الجديد يعني؟ ايه اللي حصل؟ الزمالك خده السنتين اللي فاتوا، طب ماشي، المفروض بقى السنه دي يبقى في منافسه. لا مفيش منافسه خالص، رجعنا زي الاول عادي. نغمة بنسمعها كل ما يكون الأهلي لوحده في القمة والباقي بيتضارب على مراكز ملهاش قيمة. أنا ممكن أتفهم إنك تقول إن المنافس بيبقى زعلان ومحبط من تفوق الأهلي، أو إنك كإعلامي غير فئوي عايز تشوف منافسة سخنة ومثيرة
لزوم ان رضا عبد العال يعمل له كام فقرة حلوة. انما تقول ان جمهور الاهلي نفسه مش فرحان بالدوري عشان مفيش منافسة، فده بجد حاجة مضحكة جدا، لان اصلا من شعارات جمهور الاهلي الرئيسية الدوري المصري، يعني كله يعيش الوهم والاهلي بياخد الدوري في الاخر. يعني من الاخر حتى لو الدوري انهى الاهلي من نص الدور الاول، فاحنا كاهلاوية عادي جدا هنكون فرحانين جدا ولا بتفرق معانا. ومثلا هتلاقي جمهور الاهلي مرتبط بجيل هيديكوتي وارقامه، وهتلاقي جمهور الاهلي من اعظم ذكرياته في الكرة هي فترة الفريق الاوحد من 2005 ل 2015 اللي تقريبا ما كان في اي امل في اي موسم لاي فريق غيره في اي بطولة، اللهم الا لما كان التحكيم بيرخم شوية على الاهلي. ومتعة استثنائية دوري 2005 انك تفتكر انه اتحسم بفرق 31 نقطة عن انبي مش عن الزمالك. كان انبي هو صاحب المركز الثاني. موسم خيالي وفرق خيالي، اكيد بنفتخر بيه، مش معقول هنقول ده كان موسم ضعيف، بالعكس جدا ده شيء بيدعو للفخر. وهتلاقي جمهور الاهلي سعيد جدا بتغييره لمفهوم كلمة الديربي في عصر هيديكوتي وفي عصر جوزيه. هتلاقيه جمهور بيفتخر بان الزمالك عنده 14 دوري بس والاهلي عنده 42 وال43 في الطريق. وهتلاقيه كمان بيفتخر ان كل الاندية المصرية مجتمعة عندها بس نص اللي حققوا الاهلي في الدوري. وعلى فكرة بقى الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى فيهم الدوري الألماني والإيطالي اتحسموا بدري جدا، عادي بتحصل. البوندسليجا مثلا من سنة 1965 البايرن حققوا 32 مرة، وأقرب منافس له كان دورتموند وحققوا 5 مرات. الدوري الإيطالي يوفنتوس حققوا 36 لقب والإنتر حقق 19. والموسم ده 2023 نابولي البطل ب87 نقطة ولاتسيو 71 نقطة، يعني فرق 16 نقطة. مؤكد ان جماهير الاندية دي فرحانة جدا وما عندهاش اي مشكلة. السنة دي البايرن توج بلقب البوندسليجا للموسم ال11 على التوالي، واكيد مش ممكن هتلاقي حد من جمهور البايرن زعلان ان مفيش منافس قادر ياخد اللقب ولو لمرة في 11 سنة ورا بعض. فيا مهيب لو دخلت جوه قلب كل اهلاوي هتلاقيه فرحان جدا بمبدأ الاكتساح ده في كرة القدم محليا وافريقيا. وعايز كمان اطمنك ان مشروع سيطرة الاهلي على كل اللعبات ده مخلينا زعلانين شوية على الكام بطولة اللي وقعوا في السكة في الالعاب التانية. واعتقد بقى انك هتطلع في الايام الجاية تقول ان الاهلاوية زعلانين من المدرب اوجاستي اللي حول لعبة السلة وبطولاتها كلها في اتجاه الاهلي. ونروح لموضوع تاني مهم، حكاية شرط الكابتن في الاهلي. عجبني جدا رد كولر في قصة الشارع، وبشوف ان المدرب الذكي اللي ما يدخلش تحديات مش هتحقق اي مكاسب، بل بالعكس ممكن تحقق خسائر كبيرة. في أندية كبيرة في العالم لها تقاليد وثوابت محددة، ومن الخطأ انك تحاول تغيرها. يعني هيديكوتي كان مدرب اسطوري وكان معاه جيل عظيم حقق معاه ارقام استثنائية وسيطر على الدوري من موسم 75 لحد موسم 80. الموسم الوحيد اللي وقع منه كان موسم 78، وفي الموسم ده هيديكوتي منح فيه الشارة للكابتن محمود الخطيب، واللي ما كانش بالمناسبة حابب ده، وكان شايف ان ده هيكون له تأثير سلبي على بعض اللاعبين لانه هيكسر العرف السائد في الاهلي. وبعد الموسم ده رجعت الشارة فعلا بالأقدمية تاني. مانويل جوزيه كان عنده رغبة كبيرة اكتر من مرة في تغيير فكرة الشارة بالأقدمية، ولكن في كل مرة كان بيكون رأي الكابتن حسن حمدي ولجنة الكرة ان المسألة دي شائكة جدا في الاهلي وبلاش تغييرها. انا على المستوى الشخصي بشوف ان القيادة جوه الملعب مش بالشارة ابدا. في لاعب بيكون هو قائد سواء بشارة او بدون شارة وله شخصية قيادية. علي معلول في اغلب الاوقات هو اللي بيلم الفريق في الملعب وبيدي النصائح وبيوجه ويتكلم مع المدرب، فده بيؤكد انه قائد سواء كان بالشارة او بدونها. وعشان كده كولر كان واقعي وذكي جدا وكان فاهم تقاليد النادي الاهلي وتفكير اللاعبين، فساب الموضوع يمشي على حسب التقاليد اللي ماشية في النادي، وده تفكير ذكي جدا منه عشان ما ندخلش في تحديات مش هتحقق اي مكاسب، بل من الممكن تفتح باب يجي من وراه خسائر كتير جدا. نروح لموضوع تاني خطير جدا، وهو موضوع تعيين الحكم المشبوه الاثيوبي بملاك تسيميا. هو مفيش شك ان تعيينه الماتش النهائي مع الوداد اللي هيكون يوم 11 في المغرب مثير جدا للشبهات. وانا اصلا معرفش ليه الكاف ساب كل حكام افريقيا الجدد اللي ماشيين كويس في دوري ابطال افريقيا من اول دور ال8
وجاب الإثيوبي بملاك صاحب ال 43 سنة. بملاك تسيميا ده تاريخه سيء جدا مع الأهلي في نهائي دوري الأبطال، وكان حاضر لخسارة الأهلي 2 دوري أبطال على التوالي لما رفض احتساب ضربة جزاء صحيحة لوليد أزارو في نهائي دوري أبطال 2017 في القاهرة في ماتش الوداد، في الماتش اللي خلص 1-1. وكمان كان شاهد على خسارة الأهلي نهائي دوري الأبطال 2018 مع الترجي في رادس، الماتش اللي خسره الأهلي 3-0. وحكم للأهلي ماتش صن داونز اللي في جنوب أفريقيا في الموسم اللي فات في دور المجموعات اللي خسرناه 1-0. وحكم ماتش نصف النهائي في نفس البطولة قدام وفاق سطيف اللي خلص 4-0 للأهلي. وعموما هو كمان حكم للأهلي الماتش اللي خلص 2-2 في القاهرة في النسخة دي اللي هي في سنة 2023. فهل أنا قلقان منه؟ طبعا أكيد قلقان منه. ونسبة القلق دي بتزيد لما موقع زي سبورت 7 المغربي ينزل خبر عنوانه الحكم بملاك تسيميا يعلن اعتزاله في الدار البيضاء، وبيقول إن لجنة الحكام بالكاف قررت تكريم الحكم الإثيوبي من خلال تعيينه لإدارة إياب نهائي دوري الأبطال اللي هيجمع الوداد والأهلي في ملعب محمد الخامس. وبيقول كمان إن المباراة النهائية هتكون آخر مباراة يديرها الحكم الإثيوبي في مسيرته، وشافت إنه يجب تكريمه من خلال إعادته للساحة بعد غياب مطول عن إدارة المباريات الكبيرة والحساسة والنهائية. طبعا اختيار صعب جدا ومقلق جدا لمباراة النهائي ويثير الشكوك، وكان من الأفضل تعيين حكم تاني من الحكام اللي حكموا على الأقل من دور ال8 لنصف النهائي. بس في نفس الوقت أنا وصلت القناعة إن المعارك خارج الملعب اللي احتمالية الانتصار فيها بتكون 0 بيكون ضررها أكتر من نفعها. يعني ببساطة رفاهية الضغط لتغيير الحكم احتمالية تحقيقها ونجاحها مش كتير، وبالتالي احتمال إنه يتغير الحكم غير وارد الحدوث. طيب هل الضغط على الحكم نفسه ممكن ينتج عنه أي تغيير في أدائه؟ الإجابة أكيد لأ، ودي احتمالية أكيد صفرية، خصوصا إن الماتش هيكون في المغرب وقدام الجماهير المغربية. إذن إحنا لو قررنا نخوض معارك نتيجتها محسومة مسبقا هنضيع وقتنا، وهتشتت الفريق وهتزود الضغوط النفسية عليه وهترهقك نفسيا، وفي النهاية مش هتستفيد شيء. يبقى في النوع ده من المواقف لازم نركز في عوامل التفوق، وانت عوامل تفوقك في ايدك، واهمها ان الماتش الاول في القاهرة، وعليك انك تحاول تسعى بكل جدية انك تحاول تحقق اكبر نتيجة ممكنة وتستفيد من اللعب في وسط الجمهور وفي ملعبك، وتحاول انك تسهل مهمتك قبل الماتش التاني اللي في المغرب. وهنا ساعتها ممكن تتغلب على اي ألاعيب واي شبهات بإذن الله، وبإذن الله الأهلي يكسب ونحقق البطولة في النهاية بإذن الله. حكايات الزمالك اللي ما بتخلصش. من أسبوع إدارة الزمالك لما عرفت إن وزارة الرياضة متمثلة في الجهة الإدارية هتاخد إجراء بسبب امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم المحكمة بعزل رئيس النادي، بعتوا خطاب رسمي للوزارة بيقولوا فيه إنهم بينفذوا الحكم، وإنهم هيدعوا للانتخاب على منصب الرئيس في أول جمعية عمومية. وفي نفس الوقت رئيس الزمالك السابق نزل بيان بيقول فيه إنه مش هيرجع الزمالك إلا لما تزول عنه كلمة معزول ويحصل على حكم محكمة يرد له اعتباره. ومن كام يوم خرج المتحدث الرسمي باسم الوزارة وقال إنه تم عزل رئيس الزمالك فعليا. الجديد بقى إن رئيس الزمالك اللي مفترض إن تم تنفيذ عزله وفقا لبيان مجلس الإدارة وتصريح المتحدث باسم الوزارة، واللي هو نفسه قال مش راجع النادي، دعا المؤتمر صحفي بصفته رئيس النادي وفي حضور مجلس الإدارة وفي قلب النادي. عبث في عبث. ومش بس كده، ده رئيس النادي اللي مفترض إنه معزول بيتكلم عن موقف المدرب والقيد وشكوى ناديه، لا وبيعلن سقوط عضوية عضو مجلس إدارة مختلف معاه عشان ما حضرش 3 جلسات. عبث في كوميديا سودا ما بتخلصش، وبطلها دايما هو الزمالك في ظل انعدام تطبيق القانون على أي حد في نادي الزمالك. وما زلنا مع كوميديا الزمالك اللي يبدو ان اكتشف بس متأخر انه خلص الموسم بصفر كبير من كل حاجة، فقرر يتحفنا بحتة كوميدي جديدة، وقام قدم شكوى رسمية وطالب فيها بسحب لقب السوبر المصري من الأهلي. كوميديا في كوميديا. الزمالك راح لمركز التسوية والتحكيم المصري بشأن مباراة كاس السوبر المصري اللي اتلعبت في أبو ظبي مع بيراميدز، واللي انتهت بفوز الأهلي وتتويجه باللقب في الإمارات، وقال لك أنا بطالب بسحب لقب كاس السوبر من الأهلي، وبطالب بإعادة اللقاء مرة أخرى
وبطالب ان انا اشترك في المباراة. وده كله بسبب مشاركة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا في البطولة رغم عقوبة ايقافه لمدة 12 مباراة، ودي العقوبة اللي اقرتها ضده لجنة الانضباط بعد ما افتكرت احداث مباراة الاهلي والزمالك اللي كانت في شهر يناير الماضي، لكن هم فاقوا متأخر وقرروا يعاقبوا اللاعب بعد الماتش ب3 شهور ونص. وقال الزمالك في شكوته ضد اتحاد الكرة والاهلي انه تم خرق جميع اللوائح الدولية والمحلية باشتراك اللاعب الموقوف بسبب تدخل القضاء المدني اللي أثر على قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم ولجانه في الفصل بين الأطراف المتنازعة، مع توقيع العقوبات الأخرى على المشكو في حقهم كما يتراءى للفيفا. طيب يا زمالك، ما انت كده انسحبت من الماتش وبيراميدز ضحك عليك وقرر المشاركة بدل منك، فأي محاولة للغلوشة مش هتفيد، انت هربت من الماتش لأنك كنت خايف تشيل فضيحة، والموسم بقى 0 بالنسبة لك وربنا يديمها عليك نعمة. ومش عارف ازاي انت قبل ماتش السوبر قعدت تقول ان الانسحاب من كاس السوبر قرار تاريخي للزمالك وخدنا كاس الكرامة، فانت جاي حالا بعد مباراة السوبر وبعد الانسحاب تقول بطالب بإعادة السوبر وكمان عايز تكون طرف أساسي فيها. طيب وفين راحت كاس الكرامة؟ بص انا بقول لي ليه ولا عليا؟ طب ما سهل اقول لك لا، الزمالك لو لعب بكره يكسب، ايه المشكله؟ هو الزمالك مش هيلعب خلاص اعتذر. اقول لك لو لعب هيكسب ويكسب سكور كمان، اقدر اقول كده، بس انا ما بقولش كلام بهجس فيه وخلاص، انا بقول لك الحقيقه. بقول له مش هيكسب الاهلي لو الزمالك موجود. ما احنا لسه بقول لك، ما عشان كده قلت لك الزمالك حالته الفتره دي مش كويس. طيب يعني الزمالك لو كان بيلعب بكره ما كانش هيكسب؟ لا، وممكن يخسر بفضيحه كمان يعني. يبقى عشان كده تم الاعتذار؟ الزمالك لو لعب هيخسر وهيخسر بسكور زي ما انا قلت لك كده. ماتش الزمالك الاخير ايه، الحمد لله ان الزمالك خسر 1-0 بس او 2-1 بس، ده كان ممكن تبقى فضيحه. وانت برضو الكلام ما عجبش وبتاع، وهي دي الحقيقه. انا عارف انا بقول لك ايه، انا بقول لك ايه. انا كنت بلعب في الفرقه دي ولامسها كويس قوي وحاسس وبعرف ايه اللي بيحصل. احنا لعيبه نادي الزمالك اللي موجوده دلوقتي دي في الوقت الحالي بتلعب في ال11 في التيم دي، لعيبه ما عندهاش ثقه في نفسها، لعيبه بتشوف لعيبه النادي الاهلي في الملعب بيجي لها يعني حاله مش طبيعيه. نروح لموضوع تاني، وهي حاجة ممكن جدا تستدل منها على منهج إعلام الزمالك وعلى راسه خالد الغندور. طبعا الغندور ظهر في فيديو بيبرر فيه اللقطة الشهيرة لطارق يحيى اللي اتهرب فيها من عرض الحالات التحكيمية في مباراة الزمالك وبروكسي في كاس مصر، واللي طبعا الحكم جامل فيها الزمالك في ضربتين جزاء كانوا كفيلين بفوز بروكسي والإطاحة بالزمالك من أول دور في البطولة اللي هو دور ال32. ولما جت فقرة التحليل التحكيمي لياسر عبد الرؤوف قاموا في قناة الزمالك قافلين عليه بحجة ان مفيش وقت، مع ان طبعا وجوده اصلا في القناة هدفه هو تحليل الفقرات التحكيمية. لكن الحكاية كانت واضحة جدا ان كان هدفهم ان هم يبعدوا ياسر عبد الرؤوف من انه يقول الحقيقة، لانه كان المنطقي انه طبعا هيقول ان الاخطاء التحكيمية غيرت نتيجة المباراة لصالح الزمالك واضاعت الفوز على فريق بروكسي. الغندور قال ان قناة الزمالك بتدي مساحة للحكم يقول اللي هو عاوزه، وان ياسر عبد الرؤوف مشي من قناة الاهلي عشان كان بيقول الحقيقة، وده ما عجبش الناس في الاهلي فمشوه من القناة. في الاعلام عشان ترد على خالد الغندور فالطبيعي انك تروح لطرف الواقعة ياسر عبد الرؤوف وتجيبه في مداخلة يوضح ويقول الحقيقة، ولو رفض هتحاول تجيب حالات تحكيمية كان بيقول فيها في قناة الاهلي رأي مش لصالح الاهلي، وهتلاقي انه كان بيتواجد بعدها عادي جدا. يعني الموضوع بسيط جدا، وانك تكتشف ان الغندور بيكذب امر بسيط جدا وسهل جدا اثباته. لكن اللي يخليك تعرف قد ايه احنا بنواجه ناس بتحب الاكاذيب والتدليس وترديد المؤامرات وترويجها لجمهورهم، فاحنا ببساطة بنقول لكم ان الفيديو اللي نرد بيه يكون فيديو قديم لياسر عبد الرؤوف بنفسه، وهو اصلا بينفي ده وبيقول انه كان بيتمتع بكل الحرية في قناة الاهلي، وانه عمره ما حد اتدخل في شغله لحد ما مشي، وانه لما مشي من القناة مشي لانه انضم للجنة الحكام، فمنعا للتضارب اضطر يسيب شغله في قناة الاهلي وينضم للجنة الحكام. بس المفاجأة ان يكون الكلام ده والفيديو ده هو قاله مع الغندور نفسه. تخيلوا التدليس، يعني الغندور نفسه هو اصلا قيل له الكلام ده من ياسر عبد الرؤوف، بس لان الكذاب بيكون نساي فهو ظن ان الناس نسيت وطلع يردد الكذبة اللي هو اكتر واحد عارف انها كذبة، لانه ببساطة زي ما قلنا ياسر عبد الرؤوف
قال الحكاية كلها بوضوح معاه هو نفسه مش مع حد تاني. تحليلك على قناة النادي الأهلي ما بتبقاش حاسس ان انت لازم تجامل شوية، او لو ما جاملتش هتتهاجم، او اللي حواليك حتى المقدمين المحللين، يعني كنت بتلاقي الامور ازاي؟ الحقيقة مش واردة عندي. انا من اول يوم رحت قلت لهم الفترة بتاعت التحكيم دي حاجة بره القناة. انا حكم وهفضل حكم وهعيش حكم وهموت حكم، فاللي انا شايفه انا هقوله. والحقيقه انا لازم اذكر برضو دي ان ما حدش فيهم مره جه في القناه وقال لي تقول ايه ما تقولش ايه، ولا حد عاتبني على قرار انا قلته. بالعكس انا كان ممكن في بعض الاوقات بكون قاسي شويه على لعيبه الاهلي في تعامله مع الحكام. لعيب بيعترض، لعيب بيتكلم باسلوب مش كويس، لعيب بيتهكم على الحكم، او لا باخد موقف واتكلم وامانه. يعني كان هشام كان بيساعدني في الحته دي. طب اسالك سؤال بس كلام منتهى الصراحه تصريح، مشيت ليه؟ مشيت من الاهلي لان دخلت اللجنه. دخلت اللجنه. الصوره عمرها ما بتكذب. انت يعني انا فين، مش فين الامانه، فين القناعه، او فين ان انت تطلع تضحك على الناس وتقول لهم الصوره دي حاجه غير اللي هم شايفينها. يعني دي حاجه صعبه وحاجه مستحيله. وفي نفس الوقت انت راجل، انت النهارده بتخش لجنه، بتخرج من اللجنه، فانت معرض بعد كده انت تيجي، فانت بتحافظ على اللي انت عملته وانت حكم، وبتحافظ على اللي جاي ان كان في حاجه جايه. فانت لازم تحافظ على صورتك وعلى كيانك وعلى الحياديه اللي انت فيها. وزي ما انتوا شايفين كده بسأل نفسي في كل مرة سؤال مهم جدا نفسي ألاقي له إجابة. الناس دي لما بتبص لنفسها في المراية بيبقوا راضيين عن نفسهم ازاي، وازاي ما بيكونوش مكسوفين من نفسهم؟ لأنه أسوأ شيء انك تكون كاذب وانت عارف ان انت كاذب، وعارف كمان ان الناس عارفة كويس جدا ان انت بتكذب عليها. ونروح بقى لحكاية جميلة جدا ومقال جميل جدا اتكتب في جريدة العرب القطرية عن الأهلي. عنوان المقال تعلموا من الأهلي كبير العرب وإفريقيا، واللي كتبت المقال دكتورة زينب المحمود في جريدة العرب. كتبت الدكتورة زينب المحمود وقالت: كتبت مؤخرا ولأول مرة بحياتي مقالا يتعلق بالشأن الرياضي. كان فوز العربي بكأس سمو الأمير هو الدافع أن أترك الكتابة مؤقتا عن عشق الأبدي بحور الشعر وجماليات لغة الضاد، فضلا عن القضايا الاجتماعية المختلفة التي أتناولها في مقالاتي. لقد رأيت كم الفرحة بالشارع القطري لفوز ناد جماهيري ببطولة، وهو ما يعكس قيمة الأندية الشعبية ودورها في فرحة الناس. الحقيقة أن ردة الفعل الإيجابية على مقالي شجعتني على تكرار التجربة. إذا كان العربي أكثر أنديتنا جماهيرية قد فتح شهيتي للولوج إلى دنيا الرياضة، فلماذا لا أكتب عن كبير العرب وإفريقيا، صاحب الشعبية الجارفة على امتداد الأمة من محيطنا الثائر إلى خليجنا الهادر؟ نعم، سأكتب عن النادي الأهلي، وحينما أذكر الأهلي فإنني أقصد الأصل. فإنني أقصد الأصل الذي خرجت منه وتيمنا به عشرات الأندية التي تحمل اسمه في كثير من بلاد العرب. قبل نحو 3 سنوات كنت أجلس مع أسرتي أمام قناة الكاس، حيث كانت تنقل مباشرة من مطار حمد الدولي لحظات وصول بعثة الأهلي المصري إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. لقد هالني ما رأيت، حشود جماهيرية غفيرة تنتظر الفريق في المطار. يخرج أول فرد في البعثة، رجل وقور يمشي بخطوات واثقة والجموع تهتف له بيبو بيبو، بينما هو في تواضع غير مصطنع يطلب منهم عدم الهتاف لشخصه والهتاف للنادي وللبعثة ككل. من يكون هذا الرجل حتى يتم استقباله في المطار بهذا الحب الكبير الذي هزني من داخلي؟ سألت عنه وسمعت الكثير والكثير. إنه محمود الخطيب، أسطورة من أساطير الأهلي على مر العصور. وحينما تصف جماهير النادي أحدا بالأسطورة فإن اللقب لا يعكس فقط مهارته وعطاءه الرياضي، بل لا بد أن تسبقه الأخلاق. ولذا ظل الخطيب محتفظا بجماهيرية جارفة رغم اعتزاله اللعب منذ أكثر من 3 عقود. ظل خلالها يخدم ناديه بإخلاص حتى وصل إلى مقعد رئيس النادي. وما أدراكم برئاسة ناد يقول أصدقائي المصريون إن مشجعيه يمثلون بين 80 إلى 90% من أهل المحروسة،
بينما يتطرف آخرون مازحين إن كل مصري يولد فإنه بالضرورة يكون أهلاويا. بالنسبة للخطيب أو بيبو كما يلقبونه، فقد رأيت فيديوهات له في الأيام الخوالي حين كان يلعب. إن شئت الدقة أقول بعين المتفرج إنه أحد أمهر من يداعبون الكرة، وإن شئت الحديث بعيون الشاعر فسأعتبر أنه كان يقدم على المستطيل الأخضر تابلوهات من فنون وقصص وإبداعات. أما عن الأهلي وقيمته، فإذا كانت شهادة المصريين فيه مجروحة، فإن شهادة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم هي شهادة الحياد. لقد قرأت تصريحات لسعادته قبل شهور حينما زار مقر النادي الأهلي في القاهرة، ذكر فيها أنه فوجئ بكم الإنشاءات في النادي والتي تتم بمجهوده وتسويق اسمه، وأن أي لاعب أو فرد من جمهور الأهلي عليه أن يفخر أنه ينتمي إلى هذا النادي الكبير. لو تحدثت عن الأهلي وما عرفته عنه فلن تكفيني المساحات، لكن باختصار هو منظومة نجاح متكاملة تقوم على عمل مؤسسي منذ 116 سنة، والنتيجة ليست فقط في تسيده الساحة الإفريقية ولا كونه الثاني عالميا في البطولات القارية، ولكن كمؤسسة عملاقة لها حاليا 4 فروع كبرى على الأراضي المصرية، وستفتتح خلال أيام الفرع الخامس، وهو ما لا يتوافر لأي ناد في المعمورة، ولذا يتسابق عليه الرعاة من كبرى الشركات والعلامات التجارية ليكون اسمهم مقترنا باسم الأهلي. الواجب علينا كعرب الاستفادة من هذا النموذج الناجح والمنظومة الإدارية الرائعة. وعاش الأهلي الذي صرت واحدة من عشرات ملايين محبيه، وسيكون بالتأكيد ضمن أجندة زياراتي في مصر الحبيبة. انتهى المقال اللي بجد مقال يشرف ويحسسك يعني ايه النادي الأهلي وقيمته، وبرضه بيؤكد وبيدحض إحدى الكذبات اللي بيروجها الزملكاوية واللي بتقول إن هم أكثر شعبية في الخليج. وأنا معرفش هم ازاي أكثر شعبية في الخليج وهم أصلا في بلدهم مش أكثر شعبية، لكنها واحدة من الكذبات اللي دايما بيرددها الزملكاوية، لأنهم كالعادة بيقنعوا نفسهم بحاجات مش موجودة ولا أصل ليها، لكنهم بيحبوا يعيشوا دايما في الوهم. تحياتي.